قرية صغيرة في دلتا مصر. الأهالي لاحظوا حاجة غريبة جدا. كل كاميرا مراقبة بتتحط عند مدخل القرية بتلقط صورة بنت لابسة فستان أبيض وشعرها سايب. البنت دي بتظهر دايما في نفس اليوم. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. ونفس الساعة كل 7 سنين بالظبط. في البداية الناس افتكروا إن دي بنت من القرية، لكن لما دققوا اكتشفوا إن مفيش حد عنده بنت بالشكل ده. الغريب إن كل مرة البنت بتظهر فيها بيحصل بعدها حادثة، وفاة أو حريق في بيت من بيوت القرية، كأنها إنذار شر. وفي سنة 2014 واحد من الشباب قال إنه هيراقب بنفسه المكان اللي بتظهر فيه البنت، وجهز كاميرا مخصوصة وسهر مستنيها. لكن اللي حصل بعدها محدش قدر يفسره. الكاميرا لقطت صورة البنت وهي بتبص ناحية العدسة، وبعدها الكاميرا اتحرقت والشاب اختفى ومحدش شافه تاني. من يومها محدش بقى يحط كاميرات في المكان ده، وكل ما حد يعدي من هناك بيقول انه بيشوف ظل بنت بيجري بعيد. وناس قالت انها روح لبنت ماتت من اكتر من 50 سنة، وناس قالت انها مجرد لعنة بتتجدد كل 7 سنين. بس لحد النهاردة مفيش حد قدر يعرف الحقيقة، واللي بيشوفها في الكاميرا بيقول انها كانت بتبص عليه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تبخلش علينا بزرار اللايك. ولو عندك قصة شبيهة او حاجة حلوة قولها لنا في الكومنت، ممكن تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.